تعرف يعني ايه في حرب جامدة جدا على ماتش كورة؟ تعالى يا صديقي اخدك من ايدك ونطلع عام 1970 في تصفيات كاس العالم بحاجة مهمة جدا. هل حد يصدق ان في يكون حرب مسلحة ما بين منتخبين على ماتش كورة، وده السبب الرئيسي، لكن الاهداف الحقيقية حاجة مختلفة تماما. لازم تعرف ان احنا دلوقتي ياما بتحصل عندنا خناقات في الدوري المصري ما بين اهلي وما بين زمالك وما بين ده وما بين ده، بس ما تتخيلش ان في حاجة زي دي تحصل بره في اوروبا. تعالى يا صديقي اخدك من ايدك ونروح امريكا الوسطى عام 1970 في تصفيات كاس العالم. طبعا الناس كتير بتتخانق على ماتش كورة، الناس كتير بتتخانق على ده، الناس كتير بتتخانق على ده، الناس كتير بتراهن على ده. في حلقة للمراهنات انا عاملها كويسة جدا، خد بالك ان حرب الماتش دي كانت ما بين منتخبين، اكبر منتخبين في العالم عام 1970 في قارة امريكا الوسطى، منتخب السلفادور ومنتخب هندوراس. هندوراس كانت اكبر دولة من حيث المساحة واقل دولة من حيث السكان. دولة السلفادور على العكس تماما، كانت أكبر دولة من حيث السكان وأقل دولة من المساحة. وعشان أقل دولة من المساحة ودولة هندراوس أكبر دولة من المساحة وسكانها قليلين، فالناس أو المزارعين اللي من دولة السلفادور جم هندراوس عشان يبدأوا يشتغلوا فيها هناك. والموضوع كان ماشي والطريقة كانت ماشية. بدأت أعداد السلفادور تزيد الى دوله هندراوس عشان دوله هندراوس سكانها قليل ومساحتها كبيره. فبدات السلفادوريين والمزارعين بتوع دوله السلفادور يجوا يشتغلوا في دوله هندراوس، وده كان مخالف تماما لحد ما الحكومه تدخلت وبدات تطرد المزارعين خارج دوله هندراوس ويرجعوا دولتهم السلفادور مره اخرى. ده كان غليان سياسي مهم جدا في ظل هذه الفتره، ودي حرب ماتش كوره. تعرف ان في حرب ماتش كوره ما بين صراعات مسلحه وبعيده تماما عن البترول، بعيده تماما عن الارض والصراع عليها. لا، ده كان صراع بين ماتش كوره وفي ظل الغليان السياسي عام 1970 في تصفيات كاس العالم. هذه المنتخبين لعبوا 3 ماتشات مع بعض، وكان اخر ماتش في دوله المكسيك، والسلفادور انتهت بفوزها 3-2. ادي دي حاجه. سيبك من كل الكلام ده، الاهداف الحقيقيه هي المشاكل الاقتصاديه والمشاكل السياسيه والمشاكل السكانيه الموجوده حتى الان. المشاكل السياسيه ان حكومه تتدخل بتاعه دوله هندراوس عشان تطرد السلفوريين خارج بلدهم. دي حاجه. يعني دوله السلفادور، الحكومه بتاعه دوله هندراوس اتدخلت عشان تطرد المزارعين اللي من دوله السلفادور. تمام، مفيش مشكله، دي مشكله سياسيه. المشكله الاقتصاديه ان دي دوله مساحتها كبيره ودوله عدد سكانها قليل، فمفروض الوافدين الخارجين يجوا هنا يعاملوا معامله حسنه. دي تاني حاجه. تالت حاجه المشكله السكانيه، ان دي دوله عدد سكانها قليل ودي دوله عدد سكانها كبير. دي حاجه. عشان كده خد بالك من الحاجات اللي بتحصل والحاجات اللي ممكن تبدأ وتتبني عن طريق طموح وتحقيق آفاق لأمل مستقبلي، لأن الحروب أنواع والحروب أشكال. في ظل هذه المباراة بدأت توترات شديدة ما بين الجماهير بسبب المشاكل السياسية السكانية الاقتصادية الموجودة. وعشان كل ده باين وكل ده في حاجات مميزة جدا الناس كانت ماشية عليها بطريقة مخالفة للقوانين، اللوائح باظت، القواعد باظت، بدأت توترات وبدأت شتائم. وبعد كده بقى تعالى في 14 يوليو عام 1969 بدأت الحرب الأعظم والأقوى من دولة السلفادور. السلفادور بعت الجيش طيران قوي يضرب دولة هندراوس من فوق من السطح الأعلى، وبعد كده يضربوهم من الجيش البري. آلافات من الضحايا ماتوا بسبب مشكلة اقتصادية، آفايا من الضحايا ماتوا، ألوفات وملايين، كذا واحد يموت وكذا شخص يموت بسبب ماتش كورة. وده مش الهدف الحقيقي، الهدف الحقيقي هي المشكلة السكانية، المشكلة الاقتصادية. منتخب اندراوس ومنتخب سلفادور حرب استمرت لمدة 48 ساعة فقط، حرب استمرت لمدة يومين بس العلاقات والقطاعات السكانية والقطاعات والعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد هذه الحرب اللي حصلت عام 14 يوليو عام 1969. العلاقات انقطعت عن الدولتين لمدة 10 سنين، وبعد كده عملوا صلح مهم جدا ما بين الدولتين.
زي ما انت بتقول الناس بتتخانق على ماتش كوره، احنا هنا عندنا ممكن نتخانق 3 ايام على ضربه جزاء، يعني ضربه جزاء للاهلي، ضربه جزاء للزمالك، بنتخانق عليها لمده 3 ايام، وبعد كده بنرجع نتخانق على الفول والطعميه عادي. بس لازم اقول لك على حاجه، الحروب والتوترات الشديدة بتحصل من حاجة واحدة بس، اسمها شريان وغل سياسي وحقد سياسي على جميع الدول. لأن دولة هندوراس ودولة السلفادور الاتنين فاهمين كل حاجة وكانوا بيتكلموا عليها. بس انت لازم تكون واخد بالك وتبعد عن الحروب، عشان الحاجة دي تبدأ تفيدك بعدين. وكده عايز اقول لك على حاجة، متنساش تعمل لايك والاشتراك.